واحد من اعظم الانتقامات، من مجرد عيل هفا بياخد على قفاه مش بيمشي على الارض. بطلنا السوق كل يوم بياكل علقه موت وبيتف عليه وبيسمع شتيمة امه في ودنه وبيسكت وبيطفش حسابات السجاير وبيسمع منيره غصب عنه. يعني عذاب من الاخر. تنمر كان انواع ضرب، بيبقى زبادي وبياكل حاجات من على الارض بيرسعوه في بقه بالسجاير. بس كل ما زادت مدة العذاب زادت لذة الانتقام. ظهر له قيام مسلم وبيقول له صعبت عليا، انت كل يوم بتاخد فيها وانا اعمل معاك عقد اديك القوة بس ما ترجعش تشكي من العواقب. بس البطل يا عم هاته وانا لاقي. ومن هنا سو بيقدم ألذ انتقام. والحلو هنا ان كل ما الفصول بتتقدم الانتقام بيبقى ابشع واقوى. بس خليني اقول لك المنهى دي مليانه كفر والحاد وزنتقه. وصل سحابها النار مستريح ان شاء الله. كافر زنديق مبتدع 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 كافر زنديق. وطبعا احنا كمسلمين ما ينفعش نتفرج على الكفر والالحاد ده. لو عاوزنا لخصها مع زالت معاني الكفر والالحاد واي لا مش هعمل كده. انت عاوزنا اتفرج على منهى كلها كفر والحاد يا واطي. اوكي بهزر لسوء حظي ولحسن حظكم انا فعلا خلصتها. هعمل ملخص ليها لو الفيديو جاب تفاعل. ما انا مش هعمل لأمي طبعا. حط اشتراك ولايك وحط كومنت قول لي ان كنت عاوزني الخصها ولا لا. ولسه الفيديو مستوي انا لسه ما وصلتش ال1000. لما اوصل ال1000 هنزله. فحط اشتراك وما تبقاش